السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفيجيتار في البيت بطريقة سهلة جدا. الفيجيتار بقى سعره غالي شوية في السوبر ماركت، هقولك ازاي تعمليه في البيت وتقلي البفتيك. هتقلي البانيه، لون البانيه أو البفتيك لونه حلو جدا زي ما هتشوفي معايا في الفيديو، وكمان الكفر كده ثابت وانتي بتقليه، حاجة كده خطيرة. سمي الله وتعالي أقولك هنعمل الفيجيتار ازاي. اول حاجه يا بنات، العيش اللي بيفيض مننا انا بحوشه كده في كيس في التلاجة لحد ما اعمل كميه كده محترمه، وبعد كده باخده انشفه في الفرن البوتاجاز واضربه في الكبه لحد ما انعمه. جبت كيسين من الفيجيتار ومعلقه كبيره من النشا. النشا بتخلي البانيه او البفتيك كريسبي كده. وبعد كده بحط معلقه من الكركم، اهم حاجه الكركم عشان بيخلي قطعه البانيه لونها كده صفرة وجميله. وبحط ملح، كمون، اي بهار بتحبيه حطيه على البقسماط، يعني بيخلي طعمه حلو قوي. خلطت كل المكونات مع بعضها وكده عملت احلى فيجيتار، ما خدش مني وقت خالص. بواقي العيش اللي بتفيد مننا عملت احلى فيجيتار. حطي البهارات اللي انتي بتحبيها وكده بقى جاهز معانا. لو احنا في الصيف بحطه في التلاجة، ولو احنا في الشتاء بحطه في اي رف من رف المطبخ يعني. انا كنت متبله البانيه وحبيت اوريكم لون البانيه هيبقى عامل ازاي، والكفر هيبقى ثابت مش هيقع ولا اي حاجه. حطيت بيضتين وحطيت ملح وفلفل اسمر، واخدت البانيه هحطه في البيض، وادي الفيجيتار بتاعنا. بواقي العيش يا بنات عملنا بيه احلى فيجيتار. هاخد البفتيك احطه في البيض وحطيته في الفيجيتار، واهم حاجه تضغطي كويس جدا كده في ايديكي بايديكي كده على الجنبين علشان البقسماط يخش كده في كل حته في قطعه البانيه، علشان البانيه يطلع معاكي لونه حلو. لازم يبقى الزيت غزير، تحطي شويه زيت كده محترمين، وبعد كده لما يسخنوا تنزلي بقطعه البانيه. جربت اللي انا اتبل البانيه في الفيجيتار يعني وعينه في التلاجة، لقيته بيعرق ما بيبقاش حلو. احسن طريقة اللي انت تتبليه في البقسماط وتقليه على طول، بيبقى تحفة. الكفر كده بيبقى ثابت وكمان لونه بيبقى حلو قوي. بعد ما بدأ يحمر معايا قلبته الناحية التانية، شايفين لونه والكفر ثابت ازاي؟ شايفة حاجة كده تحفة، وريحة البهار اللي انا حطاها جميلة قوي كده. خلصت الكمية بتاعتي، عملت جنبيه بطاطس، وعملت كمان مكرونة محمرة، هسيبلك اللينك بتاعها. شايفين ايه رأيكم؟ بواقي العيش اللي احنا بنرميها او اللي بتفيد مننا عملنا احلى فيجيتار. وادي المكرونة المحمرة اهي. وكده الوصفة بتاعتنا خلصت. ان عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.